السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة اليوم كيف ما كنقول لكم دائما، بغيت قبل ما تكون لكم اخوتي فرجة تكون لكم عبرة وتستفدوا منها ولو بالقليل. وكنتمنى اللي يسمع هاد القصة يعني يحس بها وتوصل ليه للقلب ديالو. قصة اليوم غنهضروا على بسمة، طفلة بسمة اللي عندها 14 عام، والاخ ديالها اللي عنده 8 سنين. ماتت الام ديالها الله يرحمها، ماتت بمرض الله يعافينا ويعافيكم، بسرطان البزولة. الله يرحم اموات المسلمين كفى اجمعين. بعد ما ماتت الاب ديالها طبعا ما غيبقاش بلا مرا، مشى خطب. من بعد ما خطب قال لمراتو اللي خطبها شوفي راه عندي 2 وليدات، البنت عندها 14 والولد عنده 8 سنين. قالت ليه هي وليداتك راهما وليداتي، وراه غنكون ليهم دائما الصحبه والام، كون متاكد. بعد ما داروا العرس وتزوجوا وجات لعندهم للدار ورات ليهم الوجه الحقيقي. من بعد ما كيكون الراجل في الخدمه تتكون هي تدير شرع يديها في الدار، تتغوت عليهم، تضربهم، ما تتخليش معاهم. ولكن الطفله مسكينه مولات 14 عام مراهقه، وكيف ما كنعرفوا كاملين المراهقات خصهم تمشي ليهم علاقه عقلهم وتصاحبهم وتبغيهم باش هما يقدروا يشرحوا لك شنو الموضوع وشنو المشكله اللي عندهم. ولكن من بعد ما كيجي الاب من الخدمه كتكون هذيك المراه الاب الحنون، هذيك الام الصالحه تتبين ما كاين غير ولدي وما كاين غير بنتي. من بعد ما كيمشي الاب بالخدمه تدير شرع يديها وتتحلف عليهم وتتقول لهم الا جا وقال لكم مالكم باكين قلتي له الحقيقه راه غنصيفطك انت وخوك للزنقه، ما غتبقاوش تدوروا عندي في الدار. خصكم تعرفوا بانني من نهار اللي جيت لهاد الدار وليت انا الري وانا الشوار، راه الا قلت لباكم يخرجكم للزنقه راه يخرجكم للزنقه. اللهم سمعوا اش كنقول لكم. وزيد وزيد وعاد من غير هاد الكلام هذا الا دخلت البنت الكوزينه وما غسلتش الماعن مزيان وما قاداتش الكوزينه مزيان كتاكل السلخه ديال الدق. ولا الولد مسكين الا بغى يتفرج غير في شي رسوم ولا شي حاجه في التلفازه ما كتخليش فيه غير لنسات وتعطيه سلخه ديال الدق. حتى لواحد النهار وهي تحمل، حملات ما قدتها فرحه وفرحانه ودور في الدار فرحانه ما قدتها فرحه. صافي كيسحب ليها واش راها صافي تبتات الغرس. من بعد ما قالتها للراجل قال لها مرحبا زياد الخير خيرين، واخا كان بلاتي علينا واحد شويه وعلاش واش ما بغيتيش واش هذا، المهم قال لها لا فيها الخير. بعد ما حملات ما بقاتش كتحرك من بلاصتها، البنت مولات 14 عام عليها الضغط كامل في الدار. وعاد مي كيجي الراجل تتوقف تتقول ليه انا قياله في تماره وبنتك وولدك كيقيلوا غير حدا التلفازه ما كيديروا حتى حاجه، وتشكى وتشكى وتشكى. تيقول ليها غير سيسيهم راهم باقيين صغارين، كتقول ليه انا تماره قتلاتني. واحد النهار وهي تولد، النهار اللي ولدات صافي جابت ولي العهد ولدات ولد. هذاك الولد ولداتو بحال ما عرفشني ولدات عندك تقيس كحزو عليا ما ديروش ما تفعلوش ما تدخلوش للبيت اللي هو فيه الولد. واحد النهار الولد الصغير تخنق ليها كيف ما كيتخنقوا كاع الاطفال ملي كيكونوا يلاه تزادوا، بقات كتهز فيه وهي مخلوعه تتزعزع فيه حتى الولد رجعت فيه الروح واحد شويه. بين جا الاب قال لها مالك معصبه، قالت له انا ما بقيتش بغيت ولادك، لقيت ولدك الصغير داير المخده على ولدي وتيخنق فيه. قال لها ما يمكنش. مشى عند الولد قال لي علاش ولدي خنقتي خاك راه هو صغر منك وبقي يلا اخلاق وغيتصاحب معاك وغيكبر وغتكونوا مع بعضياتكم. قال له انا ما خنقتوش ابا. قال له يا ولدي دير عقلك الله يهديك، هذاك راه غير صغير وهي كتحلف وتعطي لقلبها. الا ولدك راه لقيتو تاكي عليه بالمخده. دخلت البنت وقالت له بابا راه ما شفتوش كاع انا واش دار ليه شي مخده ولا شي حاجه، هادشي راه غير كذوب، راه من دائما كتكذب علينا. قال لها بنتي الله يهديك واش دابا حنا غادي نكذبوا المراه كبيره وغنتيقوا خاك صغير؟
صافي تما عرفت البنت بان باها صافي اللهم تصنت المرات باها. المهم كتقي نهار كامل البنت في الميناج، نهار كامل كتقي البنت في الميناج. واحد النهار هو يجي خاها اللي عندها العروسه الجديده، كنهضروا طبعا. مين جا خاها لعندها تهزات واحد الفلوس وحطاتهم له، واش تزير فيهم ولا الله اعلم. مين جا الراجل في الليل احتاج ديك الفلوس من الزهر، هذيك النهار احتاج الفلوس، مشى في الفلوس اللي كانت هنا قاتلو بالعمى. ما شفتش انا بنتك اللي كتدخل معايا لبيت النعاس وانا وانت، بنتك راه واقيلا هزتو، راني شفتها كتوشوش مع بنت الجاره، ما يعمل الله شنو راهم باغيين يديروا بداك الفلوس. قال لها نعلي الشيطان، واش البنت غتهز ليا 5000 درهم؟ راه عمرها ما دارتها. قالت له هي انا كذابه، وهي انا اللي هزيت الفلوس، انا ما كنخرجش من الدار، انا بنتك شفتها دخلت حتى للبيت، اش غدير في بيتي الا ما هزاتش الفلوس. مشى الراجل عند بنته وقال لها بنتي الا كنتي هزيتي داك الفلوس غير قوليها ليا، غير قولي لي راني محتاج بها، قولي لي فين درتيها نردوها نحاولوا نديروها. كتقول له البنت بابا نحلف لك باش ما بغيتي والله ما هزيت لك داك الفلوس. تحلف مسكينه ديك البنت وتبكي تبكي تبكي. كيقول لها بنتي غير احكي لي ايه الموضوع شنو؟ كتقول له والله بابا ما هزيت انا شي فلوس. بيتا كتبكي ديك البنت الليله كامله حتى الصباح، وبدات كتفكر شنو غادي دير. واش غنهز خاي وغنمشي؟ طبعا 14 عام ولا 8 سنين راه ما عندهم ما يديروا. واش نمشي عند شي حد في العائله؟ راه ما غادي يقبلني حتى شي حد في العائله، حيت انا باقي لي بابا بالحياه. بقات مسكينه كتفكر ورضخات الامر الواقع، رضخات الامر اللي هو انها دير الميناج وتحط عليها الباطل وتكذب عليها مرات الاب وهي تسكت ما دير والو، حيت كتقول لها الا كلمه الا زدتيها معايا تحسبي راسك في الزنقه ندي خوك. حتى لواحد النهار وقالت ليه بابا غنمشي عند جداتي العروبيه انا وخاي. عافاك بابا بغينا انتقال انا وخاي عند جداتي، هي مرا كبيره وانا بغيت نجلس معاها. بصعوبه حتى قنعاتو. قالت ليه مراتو علاش غادي تصيفطهم؟ خليهم غير خليهم. علاش بغاتهم يبقاو؟ حيت الميناج كامل على بنت 14 عام والصخره كامله على ولد 8 سنين. هنا كيطابق المثل اللي كيقول لك الا ماتت الام وسد العتبه، وإلا مات لك الاب وسد الركبه. الركبه الميمه اللي كتحضن على وليداتها ملي كيموت الاب، حتى كتقريهم وتكبرهم. وبزاف الامهات كنعرفوهم تبارك الله ما شاء الله، يا ما خرجوا دكاتره، ويا ما خرجوا اساسيد، ويا ما خرجوا ابطال في هذا العالم هذا. ولكن ملي كتموت الام صافي وسدا وليداتي العتبه. معليش بقات مسكينه ديك البنيته كتطلب في باها، كتقول له والو بابا بغيت نمشي نقرا مع جداتي وندي خاي معي، ضروري خصني نمشي. بقى كيفكر هاد الاب كيقول يعني شنو هادشي هذا؟ علاش بغاو ولادي يهربوا مني؟ صافي دار ليهم خاطرهم وقال لهم ما ديروش انتقال، دابا كاينه عطله، سيروا جلسوا مع جداتكم شويه وفوجوا شويه، وان شاء الله باذن الله من بعد العطله غتحسوا براسكم حسن وديك الساعه نهضروا. واحد النهار مشاو الاطفال لعند جداتهم. واحد النهار غيعرف الحقيقه ديال مراتو الظالمه اللي ما كتبغي غير راسها. خرج السيد وجا في الليل الدار يعني راس فوق، يعني كلها مشقلبه. اش هادشي؟ المراه قالت له نهار كامل وانا مع الولد كيبكي ما سكتش، هادي ما لحقتش، لا غد ليه كاك لا غد ليه كاك لا غد ليه كاك. واحد الفلوس وجا عندها عاوتاني خوها بحال السيد صافي، يعني لقى منين يجيب. قالت ليه انا راه الراجل اللي ساق لي الخبر راه مشكله، راه ما نعاودش نعطيك، ما نعاودش نسلفك. بقى يطلب ويرغب فيها والو اختي انا محتاج، انا هادي عافاك غير 2000 درهم، عافاك غير هادي. هزات 2000 درهم بلا ما تحس وعطاتها لخاها. كان واقع في واحد المأزق. الجيل ديال دابا كله مشاكل، الله يهدي ما خلق وصافي. عطاتو ديك 2000 درهم
قلاب عليها السيد في ساعة بحال قلبو حسو. ومن بعد مشى قال ليها فين هي 2000 درهم؟ قالت ليه انا راه غير خايد سير وسلفتها ليه. قال لها اذا حتى الكذبه اللي كذبتي على ولادي يا بنت الناس ديال 5000 درهم راه كذبتي عليهم. وهنا باش غنعرفك شكون انتي، انا حطيت داك 2000 درهم غير باش نعرفك شكون انتي. لا وبقات كتحلف ليه لا. قال لها شوفي ظلمتي ولادي، انا غادي نرجعهم وما غنظلمكش وما غنظلمش هاد الولد اللي ولدتي ليا. غتجلسي معززه مكرمه حتى تعرفي الغلط ديالك، وولادي النهار اللي يخرجوا من هاد الدار غتعرفي راسك غتخرجي قبل منهم. ولادي غادي تعامليهم كيف ما شرطت عليك النهار الاول بما يرضي الله. بغيتي ما بغيتيش هترجعي منين جيتي انتي ووليدك، ومصروفك غيوصلك حتى لداركم. حسات بالغلط ديالها وعرفات بان الماء غيبدا يجري بين رجليها. صافي قبلاتهم ورجعوا الدراري للدار وكملوا قرايتهم مع باهم. وكنتمنى تكون هاد القصه عبره اكثر من هي فرجه. كنتمنى الناس يراجعوا راسهم ويحسبوا ولاد الناس فحال وليداتهم، والله يهدي ما خلق. وشكرا لكم على حسن المتابعه، وكنتمنى تخليوا لي ارائكم كيفاش جاتكم القصه اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.